مساء السعادة جماهير النادي الأهلي العظيمة في كل مكان. استمتعنا امبارح بنهائي كأس العالم بين الأرجنتين وفرنسا على أرض عربية، أرض قطر. نهائي استثنائي، نهائي رائع، رائع بمعنى الكلمة، متعة غير طبيعية وانت بتتفرج. الماتش عمال يروح ويجي ويجي ويروح. 60-70% من الجماهير العربية كانت مع الأرجنتين الحقيقة، ولعدة أسباب. يعني في ناس لأنها بتحب ميسي ونفسها تبقى لو فكر يعني إنه يختم حياته يختمها بحاجة كويسة في بطولة كأس العالم، يعني إنه يبقى بطل كأس عالم. وفي ناس طبعا نظرا لفرنسا وبعض التجاوزات ويعني بس هو في الآخر كان كتير جدا من الشعب العربي كان مع الارجنتين. يعني ماتش ايه المتعه دي يا جماعه؟ الشوط الاولاني ارجنتين تماما، الشوط الثاني نصه ماشي بشكل عادي، فجاه ايه تعالى استنى ده احنا فرنسا وهنقلب الدنيا. اوكي فرنسا تتعادل في دقيقه. ايه يا جماعه ده؟ تتقدم الارجنتين تتعادل فرنسا، طب نوصل لاخر حاجه نلعب ضربات الترجيح تروح للارجنتين بعد ما الناس قالت لا طالما هي ماشيه كده. يعني انا واحده من الناس قلت لا دي راحه لفرنسا يا جماعه، هي شكلها كده عايزه فرنسا مش عايزه الارجنتين. سبحان الله، في الاخر الارجنتين اللي كسبت وفي نهائي خرافي خرافي بجد. شكرا قطر، شكرا الامير تميم، عملته يعني فعلا شكل العرب بقى رائع جدا جدا. يعني 29 يوم او شهر العالم كله نظرته لينا اختلفت. مشوا بعاداتنا وتقاليدنا، احنا قدرنا نفرض عليهم عاداتنا وتقاليدنا العربية والاسلامية. حتى العباية احتفلوا بيها، يعني ما حدش خرج من عباءة قطر خالص. احتفل بيها ميسي. يعني لا 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 اجواء عربية، خيول وجمال وحاجات تحفة يا جماعة. بعد كمان المباراة واحتفالات يعني جمهور الارجنتين واللعيبة اعتبروا كانوا في بلادهم، يعني في بلادهم مش هيقدروا يعملوا كده، يعني بلادهم بتمر يعني زي ما قال ميسي ان هو فرحان لان جمهوره بيمر بظروف يعني او الشعب يعني بيمر عندهم بظروف صعبة وكده، ظروف حياتية صعبة. كرة القدم يا جماعة هي اللي بتسعد الشعوب والله. يعني لو كل مسؤول في العالم حتى على مستوى العالم وتحديدا يعني دول العالم الثالث والعالم الثاني الحقيقه، يعني لو تسيبوا الجمهور يستمتع بكرة القدم هيفرق معاكم جدا جدا، لان يعني هي متعة الناس سبحان الله كرة القدم يعني، وفعلا وبتجمع الشعوب فعلا يعني. الف مبروك للارجنتين، هارد لك لفرنسا، امتعتونا مباراة رائعة. لو ميسي قرر ختام رائع. ده الحاجة المضيئة في كرة القدم والحاجة الجميلة. تعالوا بقى للحاجة اللي تصد النفس. بيطلع ناس عايزين يقنعونا او يهمونا والناس محسوبين على النادي الاهلي ان في حد معين كان هو اللي اساسا ضد النادي الاهلي وكان هو اساس كل القصة ضد الاهلي، وان الاهلي ما يقامش النهائي في مصر ومش عارفه. قال هو بقى فجأة يا سلام لا ده هو اللي كان متدخل، عشان مداخله دي لايحه، هو يقدر يعمل حاجه؟ هو ملوش دور اصلا، دي لايحه. اللائحه بتقول ان النادي المنظم او البلد المنظمه ما ينفعش يدخل من عندها فريقين، بيدخل اللي هو الثاني افريقيا اللي كان في المباراه النهائيه اللي مش هنقعد نحكي على تفاصيلها. فاوعى يا جمهور النادي الاهلي حد يضحك عليكم، مش كل شويه حد يجي يضحك علينا بكلمتين ولا توهمونا بكلام. هتحط يجيب رئيس نادي الرجاء المغربي عشان يسخن الدنيا على الاهلي ويطلع اهلاويه يدافعوا عنه. سبحان الله. واحد طول عمره بيحارب النادي الاهلي وبوضوح، ويطلع ناس يقول لك لا ده كان مع الاهلي او يلمحوا. لا على فكره ما حدش اصلا في مصر اصلا له دخل بالموضوع ده، ولا حد اصلا جامل النادي الاهلي في الرياضه المصريه نهائيا. بالعكس الناس دي ان كان عليها بصراحه يعني هم يتمنوا الاهلي يقفل ويمشي من البلد يعني. فما حدش على فكره اهتم بالقصه دي، ولا حد يعني كان مع الاهلي ولا الكلام الفارغ ده خالص. انسوا الكلام ده. بكره الاهلي بيلعب مباراه مهمه جدا مع فاركو. مش هننفع، مش هنقبل التعادل، مش هنقبل ان احنا نخسر نقطه
لا من كولر ولا من اللاعبين، بنسبة مش صغيرة ان قفشه هيبقى بره. هل هيكتفي كولر بانه بس ان قفشه يبقى الموضوع بس غرامة ولا ايه؟ انا معرفش، بس انا اعتقد ان قفشه بنسبة كبيرة بره. ابتدى يدخل ناس تانية، ميسي هيبتدي يعتمد على، يعني هيدخل فين محمد محمود يا جماعة؟ احنا عندنا لعيبة كتير جدا، انا مش عارفه هم بره ليه، مش لاقيه مبرر. اعتقد ان شاء الله المفروض بقى يعتمد عليهم. وجود كهرباء بقى مهم جدا 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 جدا. لازم كهرباء يعني يتحل مشكلته ان شاء الله على 7 يناير او 8 يناير، بس ان شاء الله لازم تتحل المشكله دي. لازم كهرباء يرجع يلعب، لازم يشارك في كاس العالم. احنا محتاجين يا جماعه لعيبه يعني مهاجمين، لا محتاجين مهاجم بيخلص، محتاجين حد يخلص قدام المرمى، للاسف عندنا مشكله. محتاجين في كذا مركز محتاجين، وكولر عارف ده كويس جدا والاهلي عارف. احنا محتاجين الناس دي قبل كاس العالم يا جماعه للانديه. ما ينفعش ندخل ابدا بالشكل اللي احنا شفناه الماتش اللي فات بتاع فيوتشر يعني. اتمنى باذن الله ان الدنيا تتظبط اكتر. اتمنى ان بكره ان شاء الله في ماتش فاركو الاهلي يحقق نتيجه كويسه، وانا عندي ثقه ان شاء الله هنحقق نتيجه كويسه باذن الله، وهيصالحوا الجمهور. جمهور النادي الاهلي بلاش كل شويه حد ياخدك لسكه، مره ياخدوك لسكه ان في ابو مش عارفه مين بيساعدك، ان في ابو مش عارفه مين ساعدك، وان هتحط كويس وما كانش يقصد ده، هو يعني بيوضح الامور. وان ناس تقومك على قفشه وتقول لك قفشه ده لازم يمشي ومش عارفه ايه عشان يكرهوك في العيشه، ان هو اساسا قفشه ده هو اساس القضيه. فالقضيه دي عامله حرقه ناس كتير قوي، فهم يتمنوا يخلصوا من القضيه واللي جاب القضيه. غلط طبعا، غلط جدا. اتعاقب، لازم يتعاقب، بعد شويه عن مستواه، بس غير انه في الماتش ده هو كان في مستواه الحقيقه يعني. عايزه اقول لكم لو الكره دي بس يعني سنتيمترات نزلت كان هيبقى جول، وكنت الكل هيشيد بقفشه يعني. فاتمنى ان شاء الله باذن الله ان احنا نهدى على لعيبتنا، احنا السند والظهر للعيبه، ومش هنسمح تاني ولا هنسيبهم للاعلام، ومش هنسمح للعيبه برضو ان هم يتهاونوا ويعني يقدموا الاهلي على طبق من ذهب للحكام. احنا التحكيم سنتين طلع عنا بصراحه. فاتمنى ان جمهور النادي الاهلي يساند الفرقه، واتمنى لعيبه النادي الاهلي ما تسمحش باللي اتكرر اللي اتعمل السنتين اللي فاتوا. حق جمهور النادي الاهلي ان احنا خايفين طبعا يتكرر نفس الموضوع. مالناش دعوه خلاص. انت ممكن انت على فكره رغم كل اللي بيحصل من التحكيم انت بتقدر تتقدم وبتقدر تكسب. اتمنى ان شاء الله باذن الله ان نحقق نتائج كويسه، واتمنى نحسم الدوري بدري ونخلص من وجع القلب. اتمنى قبل التوقف بتاع كاس العالم للانديه نكون برضو عاملين نتائج كويسه، لان طبعا الكل عارف اللعب شكله ايه، وعارف المنظومه الرياضيه ماشيه ضد النادي الاهلي ازاي، والتحكيم شكله ايه. جمهور النادي الاهلي انت الداعم، انت السند. اوعى تمشي ورا اللي بيسخنوك على لعيبتك، ولا تمشي ورا اللي بيقول لك ان في ناس بتساعدك. ما حدش بيساعد النادي الاهلي في مصر الا جمهوره، الا جمهوره فقط. ولو كمان خسر القصه دي هتبقى كارثه. هيفضل الاهلي فوق الجميع. احنا الاهلي، انتوا مين؟